جذب دايما المسلسلات والافلام اللي تكون البطلة فيها قوية وشخصيتها قوية وكلامها مسموع، وان هي دايما يعني شخصيتها حلوة، فاحنا بننجذب ليها وبنبقى حابينها عن مثلا باقي الاشخاص اللي في المسلسل. فليه ما تكونيش كده؟ ليه ما تكونيش زيها؟ بس برضو الثقة بالنفس مش ان بتيجي بالسهولة اللي بنشوفها في الافلام. إيه الصورة اللي بيننا لا، ما بتكونش كده. مش زي مثلا لما شفت البطلة فانا هبقى زيها، فالكلمة اللي انا قلت ان انا هبقى زيها فخلاص كده بقيت زيها وخلاص كده ثقتي في نفسي بقيت فيا. لا، ده موضوع انت بتمشي فيه خطوة خطوة، وكمان بتشتغلي عليه واحدة واحدة. انك انت برضو تقولي انك هتفرج على فيديوز كتير، فيديوز للثقة بالنفس تقوي الثقة بالنفس وتزودها. ماشي، دي طبعا حاجة حلوة وده من ضمنهم الفيديو ده. بس مش كل حاجة اني انا لما اتفرج وخلصت فرجة الفيديوز فاروح قلبة سكيب الفيديو بعده وما طلعتش بأي فايدة من كده، من الفيديو اللي حضرته. الفيديوهات بدون ما انك انت تطبقي الكلام اللي بيتقال فيها، وانك انت بتاخدي لو معلومة واحدة من كل فيديو وبتكتبيها وبتطبقيها، يبقى اللي بيتقال ولا كأنه عمل معاكي اي حاجة خالص. وقت من عندك وعدى. لو انت هتعملي كده اعملي السكيب للفيديو ده واطلعي منه. لكن لو انت